يكونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة. القوات المصرية تتقدم عبارة إن قيلت فاعلم أن قوات الدعم السريع لن يتبقى منها شيء على وجه الأرض. إنها عبارة تحمل الأمر المباشر من القائد العام للقوات المسلحة المصرية للجيش المصري. وما أدراك ما قوة الجيش المصري؟ أقوى جيوش الشرق الأوسط، يقع ضمن أقوى جيوش العالم. لعل حميدتي لا يرغب أبدا في أن يرى التدخل المصري أمام عينيه في السودان، لذلك بادر بالإفراج عن الجنود المصريين المحتجزين لديه. فما الذي سيحدث حال دخول الجيش المصري المعركة السودانية؟ ماذا لو قالت مصر لقواتها القوات تتقدم إلى السودان؟ الجميع يعرف ما مدى قوة الجيش المصري. الجميع يعلم أنه في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وال14 عالميا وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور الأمريكي. ولكن لا أحد يعلم مدى الدمار الذي سيخلفه الجيش المصري حال دخوله المعركة في الأراضي السودانية. حميدتي وحده من يعلم ذلك، لذا يسعى بشتى الطرق تجنب إشراك مصر في هذه الأحداث. فما هي قدرة الجيش المصري التي أرعبت قائد الدعم السريع؟ يعتبر أكبر جيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، يقدر عدده بحوالي 468,500 فرد، بالإضافة إلى 1,000,000 احتياطي، ليصبح إجمالي عدد أفراده 1,468,500 فرد. قف هنا واعرف عن من تتحدث. إنه الجيش المصري. هذا العدد من الجنود كاف للسيطرة على أي حرب قد يدخلها أحفاد الفراعنة. فما بالك بما يمتلكه أحفاد الفراعنة من أسلحة وعتاد مكنهم من تبوء هذه المنزلة عربيا وعالميا. لتكن البداية مع القوات الجوية. القوات الجوية نسور السماء. القوات الجوية هي أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. نشأت بطلب مقدم من البرلمان المصري إلى الحكومة عام 1928، وفي ذلك الحين كانت لا تزال جزءا من الجيش المصري، قبل أن يصدر قرار ملكي بتحويلها إلى فرع مستقل داخل الجيش. ساهمت القوات الجوية منذ إنشائها في أغلب الحروب والنزاعات التي خاضتها مصر، وتعد الأكبر حجما في إفريقيا والشرق الأوسط. أما بالنسبة للقدرات القتالية فتعتبر الأقوى في إفريقيا وأقوى أسلحة الجو في المنطقة بعد إسرائيل وتركيا. يمتلك الجيش المصري 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة و88 هجومية و59 نقل عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب والمهام الخاصة والمروحيات التي يصل عددها إلى 294 مروحية، بينها 81 مروحية هجومية بحسب جلوبال فاير باور. يمتلك نسور السماء مقاتلات F-16 فالكون، والتي تعتبر أقوى مقاتلات سلاح الجو المصري، بالإضافة إلى ميج 29. ولم يتوقف المصريون عن تزويد سلاح الجو لديهم بكل ما هو جديد، حيث عمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تقوية الجيش المصري منذ توليه الحكم، وتعاقد مع الحكومة الفرنسية على مقاتلات الرافال التي تعتبر طفرة في تفسيح الجيش المصري الجوي. القوات البحرية. القوات البحرية هي أحد الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، وهي المسؤولة عن حماية أكثر من 2000 كيلومتر من الشريط الساحلي المصري بالبحرين المتوسط والأحمر، وتأمين سلامة الملاحة في قناة السويس، وتقديم الدعم لعملية الجيش. تعتبر القوات البحرية المصرية الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط والسادسة عالميا من حيث عدد السفن، ومن أعرق وأقدم الأسلحة البحرية في العالم. أنشئت القوات البحرية في 20 من يونيو 1946 بقرار ملكي تحت اسم البحرية الملكية.
يتكون سلاح الجيش المصري البحري من 7 فرقاطات و7 طرادات و45 زورق دورية و31 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 8 غواصات بينها 3 غواصات هجومية. هل اكتفيت بهذا؟ لا، بل خذ ما هو أقوى وأشد. فالجيش المصري يمتلك حاملات طائرة بحرية تسير من المياه، يكاد يظنها الرائي من بعيد قوات عسكرية في المياه، قواعد قادرة على تدمير أي عدو يهدد الأمن القومي المصري، ناهيك عن الفرقاطتين من طراز ميتسرال الفرنسيتين، واللتين تبحران في المياه الإقليمية للحدود المصرية المائية بكل هدوء. ولكن عند حالة استفزازها أو الاقتراب من الأمن القومي المصري تجد أسدا يخرج من عرينه. القوات البرية. القوات البرية المصرية حاليا مسمى غير رسمي، ولا يوجد له قيادة خاصة بالجيش المصري. تعود نشأة الفرع الثالث بالقوات المسلحة، وهو قيادة القوات البرية، إلى فترة إعادة تنظيم القوات المسلحة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في مارس 1964. تمتلك مصر أكثر من 5000 دبابة وأكثر من 11,700 مدرعة، إضافة إلى أكثر من 2100 مدفع ميداني وأكثر من 1100 مدفع ذاتي الحركة ونحو 1100 راجمة صواريخ. أما مظلة مصر الدفاعية الأهم تتمثل في الصواريخ والرادارات وأنظمة الدفاع الصاروخية. ولعل قطاع الحرب الإلكترونية لم يخطر بأذهان أحد بمدى قدراته لدى الجيش المصري، فمنصة أقمار صناعية ورادارات وتقنيات إلكترونية متطورة، سواء تم شراؤها من الخارج أو تم تطويرها من قبل الجنود المصريين. فقاعدة برنيس العسكرية التي تعتبر 3 قواعد بقاعدة واحدة، ففيها قواعد بحرية وجوية وبرية. هذا ولا تقل قاعدة محمد نجيب أهمية عن برنيس. فالجيش المصري يعتبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط، بل ذهب الكثيرون إلى وصفه بأنه حجر الزاوية ومصدر ثبات القارة الإفريقية. لم تعمل مصر على تطوير معداتها العسكرية فقط، بل عملت أيضا على تطوير الأيادي البشرية في القوات المسلحة. فالجيش المصري يمتلك الكثير من القادة والضباط ذوي الخبرات العسكرية الفتى، سواء تم تدريبهم داخل البلاد أو إفادهم من الخارج لنقل أحدث التقنيات العسكرية والتدريبية للجيش المصري. ويبقى السؤال الأهم: ماذا لو قال لهم السيسي القوات تتقدم؟ مهلا مهلا، إلى أين ستتقدم؟ إلى السودان، فهي التهديد الحقيقي للأمن القومي المصري حاليا. فمنذ بداية الأزمة السودانية أعلن الجيش المصري وقوفه إلى جانب الجيش الوطني السوداني، ما دفع قوات الدعم السريع للتراجع بعض الشيء نتيجة خوفها من استهداف الجيش المصري لها. فهي لن تتمكن من الوقوف أمام نيران الفراعنة. ولعل الدول الكبرى التي تسعى للاستفادة من الأزمة السودانية باتت تخشى قوة مصر العسكرية الضاربة في المنطقة، يخشون الدخول في عراك مع أحفاد الفراعنة في قارتهم. أمر بالنسبة لنا خط أحمر. القوات المسلحة ستقوم بكل العنف وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة